السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي، قناة وصفات سهلة وبسيطة مع نجلاء. لو كنت أول مرة تشوفي قناتي يا ريت تدوسي على زر الاشتراك وتفعلي الجرس علشان يوصلك أي فيديوهات أنا بعملها إن شاء الله. زي ما تعودنا دايما كده في الفيديوهات بتاعتنا إن احنا هنعمل أكلات سهلة جدا. النهاردة أنا هعمل معاكم الرز البسمتي أو رز الكبسة بالفراخ، هنعمله بطريقة سهلة جدا إن شاء الله تعجبكم. أنا كنت قلت قبل كده في الفيديو بتاع الفراخ المقرمشة ان انا خدت صدور الفراخ من فرختين. انا اتفضل معايا هنا الاربع وراك وتفضل معايا اللي طلعوا من الصدور. ان شاء الله انا هعمل بيهم اكله حلوه قوي برضو. انا قلت بس عشان اعرفك ان انا اقدر اعمل بفرختين اكلتين حلوين يكفوا عيله كامله. يلا بقى نشوف الخطوات مع بعض كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا معايا هنا حله على النار، هحط في الحله دي زيت. الرز البسمتي برضو بياخد شويه زيت شويه. هنخلي بقى الزيت ده يسخن كده وابتدي ننزل عليه بالفراخ صدمه. الزيت معايا سخن اهو يا بنات، هنزل بقى عليه كده بالفراخ. لازم ندي الفراخ بتاعتنا صدمه عشان تفضل طريه الاول كده. طبعا الفراخ دي منقوعه ومغسوله كويس قوي. انا هقلبها الاول شويه مع بعض كده قبل ما احط لها اي بهارات ولا اي حاجه. اديها بس تقلبها الاول كده عشان تفضل محافظه على الطراوه بتاعتها. انا خلاص قلبت الفراخ كده تقلبتين كده مع الزيت عشان بس تاخد الصدمه الاولانيه دي عشان تفضل تحافظ على الطراوه بتاعتها. هنزل عليها ببصله مبشوره كده، واحط عليها برده جزره مبشوره، حبايه طماطم مبشوره. مش هحط لها ملح ولا حاجه، انا هحط لها بس معلقه فلفل اسمر واحده بس كده، معلقه كبيره عشان دي معلقه صغيره يعني، فانا هحط معلقتين. طيب انا هقلب الكلام ده كله مع بعض، ههدي عليها النار خالص واسيبها لغايه ما تبتدي تستوي، يعني نص سوا كده براحتها مع الجزر والبصل والطماطم. خلاص كده الفراخ بتاعتي دخلت معايا في سوا، هبتدي بقى احط عليها البهارات اللي هتديها الطعم الحلو بتاعها. انا معايا هنا ورق لورا، حبهان، قرنفل، معايا هنا عود قرفه، معايا هنا ليمون. احط بقى البهارات دي كده. والليمون يا بنات اللي هو الليمو ده اتعودي ان انت تغرزيه بالسكينه كده عشان ناخد منه الريحه الحلوه كده. نديله بس حاجه بسيطه بالسكينه كده تطلع ريحته. هحط كمان معلقه كركم كبيره، معلقه بهارات الكبسه بتاعت الفراخ، معلقه كده صغيره، معلقه ملح، قالب مرق الدجاج. احط كل ده برده كده. هبتدي بقى اقلب كل البهارات دي مع بعض، وبرده هفضل معديه على الفراخ تاخد ريحتها بقى وتاخد البهارات الحلوه دي معاها كده لغايه ما احس ان الفراخ خلاص استوت. شايفه من اول ما اتحطت اصلا ابتدى يبقى لونها جميل وريحتها طلعت اهي ما شاء الله عليها. بالراحه كده على الفراخ عشان ما تتهريش منك. هسيبها بقى شويه كده لغايه برده ما تاخد الريحه الحلوه دي. ان شاء الله هنعمل مع الرز البسمتي او رز الكبسه، هنعمل كمان طاجن بطاطس في الفرن باذن الله. هنعمله بطريقه سهله قوي ان شاء الله. هنعمله كده ني في ني. معايا هنا بطاطس قشرتها وغسلتها وقطعتها بالشكل ده، ومعايا هنا حوالي 4 كوبايات طماطم ضربتهم في الخلاط وصفيتهم عشان ما يبقاش فيهم اي قشر. ومعايا برده بصله كبيره متقطعه. يلا بقى نشوف الطريقه كده هنشتغل ازاي. انا حطيت الاول صينيه على البوتاجاز اهو، حط فيها برده شويه زيت. حط عليها الطماطم. انا هعملها كلها ني في ني وهدخلها الفرن، بس هديها الاول غلوه على النار عشان انتوا عارفين ان الطاجن الفخار ما بيتحطش على النار من فوق، مش كلهم طبعا بس اللي عندي بيدخل الفرن. هبتدي بقى ابهر الطاجن ده. دي معايا هنا معلقه بابريكا عشان تديها لون احمر حلو برده. معايا كمان قالب مرق الدجاج ههريه كده. الحاجات دي كلها بتخلي طعمها حلو قوي. معلقه كمون كبيره
طبعا كلنا عارفين البطاطس بتحب الكمون طبعا يعني. برضو معلقه فلفل احمر، فمعلقه فلفل. يبقى انا حطيت هنا معلقه بابريكا، معلقه كمون، معلقه فلفل اسمر، قالب مرق الدجاج. احط كمان برضو نص معلقه توم كده، نص معلقه ملح، لغايه برضو ما نشوف يعني ان شاء الله كده هيبقى طعمها ايه. بس كده هنسيب بقى الطماطم دي تغلي الاول وبعدين نبتدي نحط عليها البطاطس. الطماطم معانا يا بنات اهي ابتدت تغلي غلوه، مش هخليها تغلي كتير برضو عشان انا عايزاها كلها تبقى ني في ني. هحط عليها البطاطس بتاعتنا بالشكل ده كده، واحط عليها برضو البصله نيه برضو. هتعوز شويه ميه صغيرين، حط شويه ميه صغيرين كده لانها لسه هتدخل الفرن. هسيبها بقى تغلي على البوتاجاز بقى، المره دي عايزاها تغلي غلوه عشان لما ادخلها الفرن ان شاء الله تستوي على طول. بس يا بنات البطاطس غليت معايا على النار، هفضيها بقى في الطاجن وهدخلها الفرن. خلاص كده يا بنات الفراخ استوت وبقت حلوه قوي. شوفي بقى انا هعمل فيها ايه. انا هشيل الفراخ دي من الحله كده بكل الحاجات الحلوه اللي فيها والروائح الحلوه اللي خدتها دي، احطها كده. خلاص هي استوت وخدت الريحه الحلوه معانا. انا هحطها بحله. حطيت كده خلاص الفراخ في الحله دي بقى اللي انا حطيت فيها الفراخ. انا هغطي عليها بغطا حلو كده واسيبها عشان تفضل ايه يعني تمتص الروائح اللي فيها دي ما تروحش كده. هنبتدي ننزل عليها بالرز. انا معايا هنا كيلو رز بسمتي، كيلو رز غسلته ما نقعتوش ولا حاجه، غسلته بس عشان كده هحط له الميه بتاعته كامله. هننزل بيه بقى على البهارات الجميله اللي انت شايفاها دي والالوان الحلوه دي. بسم الله الرحمن الرحيم. ننزل بالرز كده. معايا ميه سخنه، هتحطي طبعا قد مقدار الرز مرتين ميه. ميه سخنه بتغلي. نظبط بقى حوض الرز بتاعنا، نشوفه بقى عايز مثلا لو لسه لونه فاتح ممكن احط له كمان شويه كركم. احط له الملح واظبطه كده. بصي مقدار الميه قد الرز مرتين، وهيبقى رز عادي خالص. اول ما يتشرب هتهدي عليه النار باذن الله يستوي على طول. بصوا يا بنات انا هحط كمان شويه كركم صغيرين برده للرز ده عشان انا عايزه يبقى لونه احسن من كده. عايزه اقول لك على خطوه مهمه قوي. لو انت بتشوفي مثلا الرز بيبقى اصفر كده، الرز ده بيتحط عليه زعفران. الزعفران الاصلي ده يعني غالي جدا. احنا بقى هم بقى ممكن نشتري من عند العطار زعفران بس يبقى تقليد، بيبقى عباره عن لون. فعشان طبعا ما نضرش صحه ولادنا فاحنا بنحط الكركم احسن. طب لو انا عايزه بقى الرز دوت يبقى لونه اصفر شويه تحطي معاه يعني نص معلقه بابريكا كمان. البابريكا الحمراء ديت مع الكركم بيدينا لون حلو قوي. خلاص كده انا بالنسبه لي كده لون الرز حلو قوي. يلا بقى نعمل كمان طبق طحينه حلو كده جنب الاكله الجميله دي. دي الطحينه اللي احنا عملناها مع بعض في الفيديو اهي. عايزه اقول لك بقى ان من سر الطحينه، من سر اسرار الطحينه انها تطلع معاكي حلوه، انك تحط لها ميه سخنه. فكيها بميه سخنه، اللي بيها بالراحه كده. عايزه اقول لك ان الطحينه البيتي دي جميله جدا، انضف واحلى وطعمها حلو قوي. طبعا هتعوز ميه تاني. ميه سخنه، الميه السخنه من سر اسرار نجاح الطحينه. طبعا انا هقلب فيها كده لغايه ما تديني القوام اللي انا عايزاه. بس كده بصي هي كده قوامها بقى متوسط كده. لا لسه برضه عايزه تاني شويه ميه دافيه تاني. حبه
حبه عشان ما احسش انها خفت مني وارجع اضطر ان انا احط طحينه تاني. بص الطحينه لونها ابيض ازاي، لونها فاتح وبقى حلو ازاي. طب ايه بقى انا هحط له الطحينه دي؟ انا هحط لها نص ليمونه كده، احط لها كمان حوالي معلقه خل، هحط لها يا بنات نص معلقه توم كده، احط لها شويه كمون ماشي، احط لها كمان شويه بابريكا صغيره برضو قوي كده. بس كده كده الطحينه بقت جاهزه معانا اهي. هنقلب كل ده. انا مش هحط للطحينه زيت عشان خاطر هي فيها زيت كتير صراحه، انا مش هحط لها زيت. انت حابه تحطي لها كمان معلقه زيت حطي. بس كده الطحينه جهزت معانا وبقت حلوه قوي. ممكن برضو نحط لها كمان حبه ملح صغيرين خالص، يعني حاجه بسيطه جدا ملح، عشان ما تبقاش حادقه، عشان لما الواحد يجي ياكلها ما تبقاش حادقه. بس كده الطحينه الحلوه جهزت معانا اهي على التقديم. ادي الرز بتاعنا اهو خلاص استوى. بصي بقى حلو قوي، اظن يعني الرز بيتكلم عن نفسه، استوى وبقى جميل خالص. ان شاء الله كده هنقدم بقى، هنحط بقى نغرف الرز على طول. وبكده خلاص خلصنا اكلتنا الحلوه اللي احنا عملناها. عملنا الرز البسمتي، عملنا معاها الفراخ بالطريقه الحلوه دي، عملنا طاجن البطاطس اللي هو الني في ني، شوفي طالع جميل ازاي من الفرن. وادي برده انا حطيت هنا طبق رز تاني برده عشان شوفي لونه جميل ازاي. عملنا الطحينه البيت اللي احنا عملناها في البيت اللي ما بتكلفناش اي حاجه. يا رب يكون الاكل عجبكم، ويا رب تكون الطريقه بتاعتي عجبتكم، وتكون الطريقه كانت سهله عليكم. وطبعا لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وشير وتشتركي في القناه لو كنت اول مره تشوفيني. مع السلامه، فيديو جديد.